السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم في هذا الفيديو. احنا اليوم كنتواجدوا قرب اكادير سيتي سنتر اللي هو قصر المؤتمرات اللي غيتبنى في المدينه ديال اكادير، كما كتشوفوا اللي كاين على شارع محمد الخامس. غادي اخوتي نعطيكم بعض المعلومات المهمه في هذا لا فيديو هذه. اولا غنحاولوا نهضروا على الموقع ديال اكادير سيتي سنتر، الاهداف ديال هذا المشروع، وكذا شنو غادي يتبنى فيه بطبيعه الحال. كما كتشوفوا اول حاجه غنهضروا على الموقع ديالو. سيتي سنتر اللي كتشوفوا هنايا جاي على شارع محمد الخامس، وكاين الشارع الاخر اللي هو عبد الرحيم بوعبيد و20 غوش اللي كيدي المنطقه السياحيه بطبيعه الحال. ثانيا الاهداف ديال هذا المشروع هذا اللي مهم، كما كتشوفوا راه كاين شي شويه صداع هنايا. هذا المشروع كيهدف بطبيعه الحال من جعل اكادير قطب اعمال وسياحه واستقطاب اكبر الشركات بطبيعه الحال اللي غادي تجي لمدينه اكادير، اللي كنعرفوا كلنا بانه سيتي سنتر اللي غيتبنى في اكادير غيكون بحال تقريبا اللي كيكون في مراكش او احسن بطبيعه الحال. من هنا 4 سنين غادي يبدل المدينه ديالنا. مراكش اللي كتعتبر اول مدينه سياحيه في المغرب، واكادير بطبيعه الحال بالنسبه لي راه كتستحق انها تحوز على هذا المرتبه هذه. هذا المركز هذا او سيتي سنتر اللي غيستقطب السياحه ديال الاعمال بطبيعه الحال، غادي يحول المدينه ديال اكادير من مدينه يعني سياحيه كتستقطب فقط السياحه الترفيهيه الى سياحه ديال الاعمال. وكما كتشوفوا القدام اخوتي راه كنوريكم هنا اكادير بي، وهنا هنا كاين هوت فونتي، هنايا هوت فونتي هادو هما. وهنا بطبيعه الحال راه كاين فونتي، وهاد البلاصه هادي راه كتنتمي ديال اكادير سنتر، راه كتنتمي عفوا الى فونتي او صونابا سابقا، ولكن واحد العدد الناس راه كيقولوا بانه صونابا راه صونابا غير واحد السميه ديال الشركه كانت في البلاصه ديال مرجان بطبيعه الحال قبل ما يتبنى مرجان السنين هذه. ومؤخرا اخوتي كتشهد المدينه ديال اكادير، غنحاول نوقف هنا لان كاين شي شويه د الريح. مؤخرا كتشهد المدينه ديال اكادير عده مشاريع تنمويه، الغايه منها الرفع من التنافسيه ديال المدينه سياحيا واقتصاديا. هذا المشروع هذا اللي كتشوفوا قدامكم راه دخلوا لا فيديو غتشوفوا فين كان قبل. راه واحد الوقت راه ما تبناش هاد البنايات هادو غيكونوا المكاتب ديال الاعمال بطبيعه الحال. هذا المشروع هذا غيتبنى على 8 الهكتارات بطبيعه الحال. راه مشروع مهم جدا. وهنا راه كاين واحد الواد قديم، ما عرفت واش باقي كيدوز فيه الماء او لا. اشنو غيكون بطبيعه الحال في هذا السيتي سنتر هذا اللي غنعرفوا دابا بطبيعه الحال. هذا المشروع هذا الضخم والكبير غادي يحاول انه يتوفر على قصر للمؤتمر ذات معايير عالميه بطبيعه الحال. كما كنشوف هذه هي بعض الصور من مشروع اكادير سيتي سنتر. كما قلت لكم غادي توفر على قصر للمؤتمرات ذو جوده عاليه، يعني ذات معايير عاليه، مركز للمعارض، مركز للتسوق بطبيعه الحال، اللي هو اكادير مول. المول راه ما كاينش في اكادير. والسينما بطبيعه الحال، السينما اللي هي ميغاراما اللي غتوفر على 7 ديال القاعات ديال السينما. هاد السينما تاع السينما راه ما اكادير ما كنتوفرش عليها بطبيعه الحال، ولكن هذه فرصه بانه اكادير توفر على هاد السينمات ديال السينما ميغاراما او 7 القاعات. هنا راه كنشوفوا هنا كاين صور على برا، يعني كاين هذا منتزه بطبيعه الحال، ومكاتب ديال الاعمال، وفندق 5 نجوم. غنحاول نمشي للجهه الاخرى. فندق 5 نجوم تابع للشركه الامريكيه راديسون بلو. هذا الفندق هذا خوتي غادي يحاول يضم واحد 150 غرفه وجناح و18 رياض ومطعم ومقهى وتجهيزات عاليه الجوده بطبيعه الحال.
وإضافة لذلك غادي يضم هذا المشروع مساكن سياحية وفيلات، ومواقف للسيارات. المواقف يعني كاين الموقف في الهواء الطلق، وكاين الموقف سوتيران غادي يهزو تقريبا شي 200 سياره بطبيعه الحال. والميزانيه ديال المشروع غتوصل 475 مليون درهم اللي هي 47 مليار تقريبا او اكثر. غادي يوفر بطبيعه الحال واحد 700 منصب شغل و2000 منصب شغل غير مباشر. هذا المشروع كما قلت لكم اخوتي راه غادي يبدل المدينه ديال اكادير، وغادي يستقطب السياحه ديال الاعمال اللي كنا ديما كنحاولوا نصبوا ليها عوض فقط السياحه الترفيهيه. السياحه ديال الاعمال يعني شركات استثمارات الى اخره. وهنا خوتي راه كنتواجد جهه فونتي، الناس جايين يلعبوا الكره هنا. ديجا هذا الباساج راه صورته لكم في واحد لا فيديو شحال هادي. شوف الناس تبارك الله راه كيلعبوا الكره هنا، راه القدام راه كيلعبوا تماك. والجهه الاخرى راه خوا كاين داك الواد اللي قلت لكم، وكاين دوك الديور ديال فونتي. هاد الديور ديال فونتي راه كيبان لكم من البعد بطبيعه الحال. وهذا الشارع محمد الخامس اللي غادي تقريبا هذا راه غادي حتى الانزكان، راه حتى في انزكان كيتسمى شارع محمد الخامس، وهو بطبيعه الحال اللي غادي حتى المرسى. والوسط راه كاين شارع الحسن الثاني بطبيعه الحال، البطوه الفوق سوق الحد. يعني هذا المركز راه جاي في واحد البلاصه واعره، مركز استراتيجي ديال المدينه ديال اكادير. وبطبيعه الحال كما كتشوفوا هنا كاين داك التشجير اللي كاين في هذه البلاصه هذه، في داك الباساج اللي غادي الانزكان. ولكن ديما اللي كنتمناو من الناس هو يحافظوا على النظافه ديال المدينه ديالهم. حتى هذا المركز هذا يوفر يعني داك الشيء اللي ما كانتش اكادير كتوفر عليه. وحتى نتمناو الرحلات انها تجي، لان ما عندناش لي شارتير هما دوك الرحلات المنخفضه بحال اللي كاينين مثلا في مراكش. نتمناو هذا الشيء كاع تقريبا غادي يجي للمدينه ديال اكادير، لان فاش غيكون الاعمال كلشي غيكون بطبيعته الحال متاح في هذه المدينه هذه الرائعه. وهذه اون في صافا فيف حسنيه الحسنيه. وهذه اون في هاد الخوت قال لك الحسنيه، قال لهم يا فيف حسنيه، ما كاين ما احسن من الحسنيه. هذه اون في ديال فونتي كما قلت لكم دابايا. والشارع ديال محمد الخامس اللي كيدي كما قلت لكم من هنا حتى الانزكان. وديما خوتي ما تنساوش لينا واحد لايك، واحد تعليق زويوان، وبطبيعه الحال المشاركه ديال الفيديوهات ديالنا الى كتعجبكم. وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو لاحق بحول الله.